السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد إجراء مباريات اليوم من الدوري العراقي لكم أبرز النتائج. الشرطة يهزم نوروز ب3 أهداف مقابل هدفين، والنفط والطلبة بدون أهداف، في حين ديالا يهزم زاخو بهدفين مقابل هدف. وبالتالي ديالا في الصدارة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مقابلات. أربيل الشرطة الغراف 6 نقاط لكل فريق من مقابلتين، كذلك الكرمة 6 نقاط، الطلبة 5 نقاط من 3 مقابلات، النفط 4 نقاط، الموصل ثامنا ب3 نقاط. لدينا أيضا الميناء القوة الجوية والكرخ ب3 نقاط من مقابلتين، نوروز 3 نقاط من 3 مقابلات، نفط ميسان أيضا 3 نقاط من مباراتين، زاخو 3 نقاط من 3 مقابلات، الزوراء نقطة، والنجم بدون أي عدد نقاط، الكهرباء دهوك القاسم أمانة بغداد بدون أي نقطة بعد مرور جولتين. أما فيما يخص هداف الدوري العراقي فهو مصطفى قابيل مناصفة مع وكيع رمضان، محمود المواس، شيرزود تيميروف ب3 أهداف لكل لاعب بعد مرور 3 جولات.